هم يسمون أنفسهم بالسلفية، وهذه التسمية في الحقيقة تسمية فيها غش للمسلمين، لأن السلفية هي منهج واحد لا يتعدد. معالم السلفية معالمها ظاهرة واضحة لا اعوجاج فيها، لكن هؤلاء هم يدعون السلفية حتى يزينون للناس باطلهم. طيب وين يختلفون؟ ولذلك هؤلاء هم أدعياء السلفية. ألا يوجد سلفيات متعددة؟ في سلفية جهادية، في سلفية رسمية، في سلفيات متعددة. في الحقيقة أن هذا التقسيم تقسيم جائر، وأن هذا التقسيم يدل على أن كثير ممن يقول بهذا لم يفهم السلفية. السلفية منهج رباني. ايش تعريفك السلفية شيخ عمر؟ السلفية هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا لا يقبل التعدد أبدا. هم أيضا يستخدمون نصوص الكتاب والسنة، ويستخدمونها، يعتقدون أنهم يستخدمونها بفهم سلف الأمة. هنا الإشكال أن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام قديما وحديثا لم تنكر الكتاب والسنة، ولو أنكرت الكتاب والسنة صراحة لخرجت عن كونها مسلمة، لكن الإشكال في فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هؤلاء الذين يدعون أنهم على المنهج السلفي هم في الحقيقة لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولنضرب على ذلك مثالا واضح جدا، وهو قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن هناك اتهام يعني تروجه كثير من الأوساط في الشرق والغرب أن للوهابية علاقة في صناعة العنف، بالنظر إلى أن كثير من المنظرين للقاعدة يستخدمون نصوص أحيانا لأئمة الدعوة النجدية. نعم، منهم أبو محمد المقدسي. نعم، أبو محمد المقدسي وغيره ممن يدعون السلفية هم يستدلون بعبارات ونصوص وكلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلاميذه ولأئمة الدعوة الوهابية، لكن هذا الاستدلال قائم على أولا البتر لكلامهم أو عدم الفهم والقصور في فهم عباراتهم وتحديد المعنى المراد. ولذلك الخلل منهم هم أنفسهم، بأنهم لا يفهمون كلام هؤلاء العلماء أو لا يحملونه على محمله وعلى وجهه الصحيح، أو أنهم يبترون الكلام. لكنهم يستخدمون أحيانا نصوص واضحة في مسألة من لم يحكم بما أنزل الله، مسألة التكفير على الاختلاف، أحيانا تكفير المخالف. هذا ليس موجودا أبدا في كلام أئمة السلفية وأئمة الدعوة الوهابية. تقول في صفحة 34 من كتابك: ولذلك فإن الأئمة الكبار في هذا الزمان الألباني وابن باز وابن عثيمين لم يكونوا قابلين البتة بهذه الجماعات الحركية الحزبية التكفيرية، بل كانوا محاربين لها منكرين عليها، وبسبب ذلك تعرضوا للأذى. ما هو الأذى الذي تعرض له؟ هذا أستاذ تركي، قبل أن أتكلم عن الأذى، هذا من أكبر الأدلة على أن السلفية الحقة هي منهج رباني ولا شيء فيها من التكفير والانحراف. لأن أئمة هؤلاء، أئمة السلفية هؤلاء، كانوا غير قابلين لتلك الجماعات وكانوا يحاربونها ولهم جهود عظيمة، فهؤلاء الأئمة هم الذين يعول عليهم ولا يعول على أغمار يدعون السلفية. من الذي ترى في تقديرك أنه يعني كيف تعرض هؤلاء للأذى؟ هؤلاء تعرضوا للأذى من جهات كثيرة. أولا اتهموا بالعمالة للحكام، أو بالتخاذل، أو بالجبن، أو بالإرجاء، أو بأنهم لا يفقهون الواقع. المنهج السلفي اللي تتحدث عنه شيخ عمر يتهم عادة بأنه سلفية رسمية، أنه يبرر للحكام ويعطي المسوغات الشرعية للحكام. لا، هو الصحيح السلفي. تسمع بهذا بالتالي؟ بلا شك هذا شائع وموجود، وهذا من الشبه التي تثار حول السلفية الحقة. السلفية منهج رباني يميز بين الحق والباطل، ويؤيد الحق وينكر الباطل. لكن الخلاف بين السلفية هذا المنهج الرباني وبين أدعياء السلفية في طريقة الإنكار. النصوص الشرعية بيّنت أن الإنكار يجب أن يكون بأدب وبرفق وبلين، وأن يكون بسر. فالذي ينصح في السر ويطبق السنة النبوية يتهم بهذا الاتهام. الصحيح أن العلماء الكبار في هذا الزمان، وعلى رأسهم ابن باز رحمه الله، كان له مواقف عظيمة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على الخير للحكومات وللشعوب. بس سرا
سرا، وهذا كيف عرفتوا؟ هذا الأدعى، هذا كيف الأدعى. عرفتوها طيب إذا كانت سرا؟ هو الآن هذا العالم له تلاميذه الذين يتواصلون معه ويطلعون على مثل هذه الأشياء. ونحن عندنا يعني قصص ومواقف كثيرة للشيخ ابن باز معروفة من خلال تلاميذه وأتباعه، يعرفون كيف أنه كان له جهود عظيمة جدا في النصيحة. أليس هذا الأسلوب في النصيحة يعني سائغا في نظام الحكم المبسط، ولكنه مختلف في الأنظمة الحديثة، خصوصا إذا كان في برلمانات، إذا كان في مجالس يتحدث من خلالها النواب؟ يعني كيف يمكن أن نمضي هذا المنهج في برلمان مثلا؟ أنا قلت أن الحكومات الآن تختلف. عندنا نظام مؤسسات، وبالتالي يستطيع الإعلامي أن ينصح، ويستطيع السياسي أن يتكلم وينتقد، ويستطيع النائب في البرلمان أن يتكلم، لكن وضعنا له قيد حتى يكون أدعى للقبول وألا تترتب عليه مفاسد، أن يكون برفق ولين من غير تجريح ومن غير سب وشتم. لكن النصيحة للحاكم بعينه فهذه هي التي تحتاج إلى سرية. الحاكم اللي هو رأس الدولة، اللي هو رأس الدولة، سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية أو أميرا، نعم، هذه تحتاج إلى سرية. لكن المؤسسات تنتقد بالشرط الذي ذكرته. طيب، حتى يعني لو كانت هذه الكبيرة مثل الربا مثلا، أنت أشرت إلى يعني ممارسة الربا، وقلت أن التكفير على الربا تعجل في صفحة 117. بلا شك التكفير على كبيرة الربا يعني الآن أنا أزيد ليس تعجلا، بل هو ضلال أيضا، لأن هذا هو منهج الخوارج، التكفير بالكبائر. المرتكب للكبيرة بإجماع أهل السنة والجماعة لا يكفر إلا إذا استحل وأقيمت عليه الحجة من قبل عالم رباني. وش تعريف العالم الرباني؟ العالم الرباني هو العالم الذي لازم يكون سلفي؟ لا لا لا, لا. العالم الرباني هو العالم الذي يلتزم بالكتاب والسنة، يعني لا يشترط أن يسمى سلفي. نحن نقول الإسلام، السلفية هي الإسلام، السلفية الحقة هي منهج رباني.